السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيتكم في الفيديو ده. طبعا هتكلم عن أسوأ 5 لاعبين في الهلال السوداني. ما بنتغز من مجهودهم، لكن ده الأسوأ 5 لعيبة في الهلال السوداني مع احترامنا لهم. أنا ما بتكلم أسوأ أخلاقيا أو خارج الميدان، أنا بتكلم داخل الميدان. هم ليسوا الأفضل. أسوأ 5 لاعبين داخل الميدان، مع حياتهم الخارجية دي يعني ما ينفعش نتكلم عنها وعندنا بها علاقة. بمناسبة مواجهين الأهلي، إن شاء الله الهلال يعني يحاول يرجع يقدم مجهود أحسن، يحاول يدارك الانفعال في صن داونز اللي كان فوز. خلاص الفوز يعني في يدنا، ضربة جزاء جاهزة انت اخر ضيعتها، وفي القائمة دي حتتفاجئوا في ناس انا اخترتهم. انسى موضوع الاهلي، نشوف اكثر 5 لاعبين سيئين في نادي الهلال حاليا. ما تنسى اللايك والاشتراك والشير. الفيديو نبدا في اسوأ 5 لاعبين في الهلال السوداني. اول لاعبين في الهلال السوداني حاليا، ونبدا بالخامس. خامس لاعب سيء في الهلال السوداني بنظرتي له وبالعمق التفكيري لي في الموضوع بتاع تحليل اللاعبين والأسوأ والأحسن. بوجبا خامس، يعني أسوأ لاعب في الهلال السوداني، وفي خاصة داخل الميدان. ما عنده النزعة اللي يمكن يقتنص بها الكرة، بيلعب على الواقف، يعني لعبه ما ممتاز تمام. ما بيتحرك، ما عنده جدية، ما بعاين من يعني انه في دايره السنتر دي في لعيبه بيجوا بيلعبوا عرضيات، بيجوا بيراوغوا، فانت لازم تكون في الدايره دي اكتر حنكه وتمركز جيد. رابع لاعب معانا انا شايفه موفق صديق، من اسوأ اللاعبين حاليا. بنيه جسمانيه سيئه تماما. انا ما عارف سجلوا في الهلال كيف، مع احترامنا له، لكن الزول ما عنده النزعه الهجوميه والنزعه الدفاعيه، يعني اصابات بالجمله له، طوالي قاعد اصابات انت مع احترامنا له يعني. لكن حاول تحسن من لياقتك البدنيه، لانك بتلعب في منافسات دوري ابطال افريقيا وبتلعب للهلال السوداني، بتلعب في الدوري الممتاز. وانت لما تجي للهلال السوداني احترم النادي، وعرف انك بتلعب مع نادي كبير، بتلعب مع دافوري، تمشي تلعب وما تسخن وما تتمرن، فعدالي نوم وكده. اما في المركز الثالث اللاعب اطهر الطاهر، فخلاص يعني ضيع ضربه جزاء، حنحط في القائمه. واصلا كعب يعني في شوف، نحن ظهير ايمن ما عندنا حاليا نهائي، ظهير ايمن كلهم سيئين، وما عندهم الحنكه في الاسرع. ما عارف اللعيبه دي بيشردوا وين، خاصه اللاعبين الاسرع، فسيئين تماما في وخاصه اطهر الطاهر وعلي بشق. يعني انا شايف الناس نجربوه من انه يعمل لهم ضغط وسكري ومرض وحاجه زي دي. اما في المركز قلنا في المركز الخامس والرابع والثالث. قلنا في المركز الخامس قلنا بوجبا، الرابع موفق، الثالث أطهر الطاهر، الثاني الطيب عبد الرازق. اللاعب ده يعني تقول عنه كلام كده ذاته، والله اللاعب ده ما بعرف اوصف كيف في الدفاع، سيء تماما. كيف بواصل مع الهلال وكيف بيلعب اساسي ما اعرف. بيلعب اساسي كيف انا ما اعرف اساسي، لكن لاعب منهار تماما، تحس ما عنده جديه في الملعب وما عنده الروح القتاليه اللي بنافس بها. لكن لاعب سيء بمعنى الكلمه في خط الدفاع. ما اعرف الاخلاق دي لاقاها وين، انت ما طيب يا طيب عبد الرازق. اما في المركز الاول والاخر الموجوده حاليا في النادي، وانا شايفها يعني تستحق الشط، تستحق تخرج من السودان، نشوف لها بلد تتخارج منه، لانه في الميدان ما كويس. ابو 20 انا ما اعرف يا ابو 20 انت تعمل في شنو يا ابو 20؟ ابو 20 انا داير الخص لك كلام، انا ما داير اضيع زمني، انا داير الخص لك جملتين. انت يا ابو 20 القروش ولا مستواك نزل صح؟ القروش نزلت مستواك ولا تنزل مستواك نزل؟ غاية من الاثنين دول. لكن انت كعب لاعب في فريق نمبر 1 كعب، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. يعني اخطاء انا هشيمه بعملها يا عبد الله ابو 20، فما ممكن يا عبد الله ابو 20. فده كان اسوء 5 لاعبين انا شايفهم. ادونا رايكم في التعليقات من الاسوء من الافضل، وانا يعني بحتمل اي وجهه نظر. ده كان فيديو، ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. مع السلامه.